صباح الخير، شلون الشباب؟ هذا اليوم الشتائي الدافئ الجميل، ان شاء الله تكونون بصحة وبخير وعافية. شباب، طبعا من المشاكل يعني اللي اغلبنا نعاني منها، وانا تحديدا بالذات هاي المشكلة الازلية اللي عندي واللي تسبب لي مشاكل حتى مع الاخرين، هي انه احنا من نتواجد بمكان نريد نفرض نظامنا، السيستم مالتنا يعني. وهذا السبب اللي يخليك انت لما تروح على مكان، في مكان معين بالعمل، لما في الشارع، في مكانات يعني تكون انت متواجد بيها وما يعجبك سلوك معين وتحاول تبدله، هذا غلط طبعا. هذا يتعبك، راح تظل تفكر وراح يظل يعني ما يخليك تنام مرتاح وتعيش مرتاح. ولهذا شيء ينصحون، يقول لك لا، الناس مو كلها نفس مزاجك، الناس تختلف عنك، ومو شرط تكون معجبة بيك وبشكلك، وهذا اكو ناس تعجب بيك واكو ناس لا. ناس ما يعجبها تسريحتك، ما تعجبها ملابسك، وناس تعجبها انت كله، وهكذا. فمن المشاكل اللي نواجهها هي محاولة انه نفرض قوانيننا احنا يعني، ومو فرض بالقوة او شيء، بس مثلا ما يعجبنا تصرف معين، مثلا هنا لازم نغيره، هذا يعني لازم ما قبلنا على هذا الشخص انه يغير التصرف مالته مثلا او هذه. يقول لك لا، لا تحاول، عليك أن تتعايش مع هاي الأمور، لأن أنت الناس إلها أمزجة وإلها طباع. ثانيا أنت ما عندك سلطة بهذا المكان حتى تفرض هاي الثقافة مثلا. فالمكان اللي ما يعجبك هيك تصرفات بيغادره. لكن أهم شيء لا تحاول تفرض ثقافة معينة، أو مثلا يعني أنا مرة طب لي مراجع يدخن، فعطت فيه قلت له ذب جقارتك واطلع. هو الرجل امتثل بأدب للأمانة، بس أنا بعدين فكرت قلت هسه أنا هذا يعني أنا أتخبل من الجقارة وأتخبل من التدخين، طالما ماكو دولة تمنعه إنه يدخن يمي، كاتبين ممنوع التدخين وهذا، بس ما حد يشتري هاي الحكي بفلس. طالما إنه أنا ما قدرت هذا أفرض عليه، إذا خليه يعني، ما خليه أتعامل وياه، هو راح يبقى أقل من دقيقة راح أقابل خلق ثاني بعد عندي وياه زين. قلت له ذب جقارتك برا. فشوفوا هذا شباب، هو هاي من الأمور. اولا انت حتى تقول له ذب جقارتك، وهذا جهد راح تبذل زين. ثانيا اذا ما ذبها راح تظل انت تغتاظ، تقول هذا ليش ما سمع الكلام، هذا شنو كيفه، وهكذا. الشغلتين راح تظل تحز بنفسك، ما تخليك تنام مرتاح، ما تخليك تسلب راحتك اليوميه وصحتك النفسيه. يعني هاي الامور يا شباب يعني نراد لها نبذل مجهود خرافي بصراحه حتى نتخلص من عندها. لهذا يا شباب، فمن اهم الامور اللي احنا لازم نطلعها من ذهننا هي محاولة انه نعيش مثل ما يعني شلون في اماكن اخرى نعيش مثل ما نريد. هذا صعب لانه انت في بيتك والله براحتك، بس لكن لما تروح الى مكانات ما تقدر تفرض انت اللي تريده. فلا تحاول تفرض هذا الشيء، ولا تحاول. وانا اولكم هاي النصيحة الي، انه لازم ما احاول افرض ثقافتي على ناس معينة، خصوصا اذا كانت هاي البيئة اللي انت تشتغل بيها هي بيئة يعني بيئة مختلفة جذريا عنك، فصعب تغيرها يا شباب. مهما بذلت من جهد ما راح تغير، وراح تستهلك طاقتك وما راح تكون مرتاح. فإذا واحدة من أكبر النصائح اللي نحتاجها بحياتنا حتى نعيش مرتاحين هي أن نتعامل مع الناس كما هي. يقول لك تعامل مع الناس كما هي وعيش يومك سعيدا، راح ترجع مرتاح بيتك، ترجع مرتاح لعائلتك، يبدي يومك بشكل صحيح. ما تفكر بهذا السوى ذاك السوى ما ادري ايش حكى وذاك ايش حكى، ما لك علاقه اصلا، مو مهم عندك ذولا سووا، مو مهم انه انت لازم ذولا الناس يمشون بالطريقه اللي انت تريدها. ماكو هيك مستحيل. هاي طبعا من طباع الدكتاتور والطاغيه، يحاول يفرض ثقافته على الناس ويشكل اجهزه امنيه تحاسبهم هو ما ادري ايش، وهي اجهزه الامنيه ترتكب هاي الموبقات يعني، هي تسويها. فتشوفه فيما بعد ينهار هو ونظامه، ما بيها مجال، ما تقدر. يعني كان هتلر بألمانيا يقتل المنغوليين ويقتل
اللي تكعين او اللي عنده توحد يقتلهم، ما يريدهم، قتل بحدود 300,000 انسان. يريد مجتمع نظيف. لك بابا هاي شغله دينيه مو بكيفهم، يعني ممكن ينولد بهالشكل، يعني شو يسووا لك؟ زين. فنفس الحاله يا شباب، هاي الحاله تصير عندنا احنا كهتلر بداخلنا، هتلر صغيرون نحاول نقتله. فما تقدر تتحكم انت بالشارع والناس، مثلا تصعد ويا سايق راسا يغلط على هذا، شوف هذا منين فات بعدك، لك يا بتعامل وياه شو تسوي لي؟ هاي تصير شاطر انت، المهم ما يدعمك، ماكو غير حل يا شباب. فواحدة من اكثر الامور اللي تخلينا نرتاح بحياتنا هو انه ما نحاول نفرض ثقافتنا، او انه نشوف ثقافتنا هي الماشية في اي مكان بالعالم، يعني في اي مكان نتواجد فيه، وانما نتماشى مع الموجود. هو طبعا غلط، بس ماكو عندنا غير حل، لان هاي ثقافة مجتمعاتك اماكن تروح لها ترتاح بيها، لان الناس على شاكلتك هواية، لكن اماكن انت تجبر، العمل قد يجبرك الظروف قد تجبرك، فتضطر تروح لها، يعني تروح تضطر تشوف هاي الناس. فما تقدر تقول له يعني سوي كذا وسوي كذا واشمر كذا واطلع من كذا والبس كذا، صعب. انا تواجدت مرة في دائرة في مكان، كنا نطرد اللي يجينا بالبرموده ولا يجينا لابس نعال، مو احنا يعني الشرطه يطردوه. في اماكن اخرى ما تقدر تقول له اصلا، يعني يمكن يدخل وياك بطلاب عشائريه. فاذا شباب، من المشاكل هذه اللي احنا نواجهها بحياتنا اليوميه، زين، هي انه احنا ما نتقبل الاختلاف الثقافي، ونريد الامور تمشي مثل ما احنا نريد. هذا صعب شباب، صراحه صعب والله. انا اتذكر تواجدت بمنطقه مره، و كان بيدي فد شيء اريد اذبه بالزبل، والله ضحكوا علي لان دورت لي على سله اشمر بيها الزبل. زين، ما احترموني، فقلت خلي اشمرها بالشارع حتى يحترموني ذولا، قسما بالله يعني ما ابالغ بهذا الكلام. زين. فهاي من النصائح اللي تخلينا نعيش مرتاحين بحياتنا، هي هاي، هي ان نتماشى مع ما موجود. زين، ما نحاول نفرض راينا او ثقافتنا، لانه احنا نقطه في بحر من السلبيات. يعني شو تريد تسوي يا عمي؟ مشيها والله كريم، مثل ما يقولون، تفحها بقصبه، مو مثل ما يقول المثل العراقي. فما عندنا غير ان نفحها بقصبه يا شباب. هذا المثل اللي هو التغاضي واللامبالاة اللي نحتاجه في هاي اللحظات، هي سبب مهم من اسباب راحتنا، سبب مهم من الاسباب اللي تخلينا نعيش مرتاحين، بدون ما ينغص احد علينا حياتنا، وما نقعد نفكر هذا ايش راح يسوي باكر وذاك عقب باكر ايش راح يسوي، العفو، او هذا ايش راح يتخذ اجراء او هذا. لا، البس الوضعيه وعيش حياتك، ولا تحاول تفرض ثقافتك. شكرا جزيلا.